شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة المحترم، احنا اليوم في محطة الهدف فيها ليس هو العمليات الانتخابية. العمليات الانتخابية هي وسيلة لهدف أسمى، هو جدوى العملية السياسية في هذا البلد. إلا شتي العزوف عن التسجيل، لأن المغاربة يئسوا من هذه الطريقة التي نتحاور بها. المغاربة يئسوا أن لا يشعروا بأنهم لا يتقدمون. المغاربة ما تيتسجلوش في الانتخابات لأن تيعرف بأن التسجيل وحتى التصويت لن يوصل لهدف. مني ولي رئيس الحكومة في البلاد ووزراء في الحكومة وأمناء عامين الأحزاب يصرحون للمغاربة أن لا جدوى ولا قدر لهم في فعل أي شيء. واش هاد الشيء يمكن يدفع المواطن للفعل السياسي والعمل السياسي؟ ولذلك اتقوا الله في هذه الأمة وشعروا المغاربة بأن العملية السياسية هي عملية نبيلة، وبأننا واخا تشوفونا تنختلفوا راه حنا ما تندبزوا لا على مواقع ولا على بلايص، تنختلفوا في الأفكار ووقف الله يخليكم السيدات والسادة النواب. هذا ماشي أسلوب للحوار، وها أنتم ترون كي غنديروا نتحاوروا معكم. تفضل سيدي. إلا وصلنا نتمنعوا في 2 دقائق ولا 3 اللي عندنا، أنا هذا ماشي أسلوب. اسمح لي غادي نساعد السيد الرئيس إلا ما غضمنش ليا الوقت ديالي الكافي. ماشي أسلوب. تفضل السيد الرئيس. قلت السيد الرئيس وهذا الشيء راه فيه حيف، راه مشى من الوقت ديالي وطلب توقف. انا ما غنكملش السيد الرئيس راه توقف حتى خديتي الكلمه ورجعته. ما يمكنش يكون بهذا الشكل. السيد الرئيس يلهوني على التدخل ديالي لدقائق، ارجع بيا التوقيت حيث اوقفوني. رجع، راه دابا الاله موقفه السيد الرئيس، راه قبلت كل شيء. راه السيدات والساده النواب نحترموا المتدخل. تفضل السيد الرئيس. انا باقي تنتظر التوقيت ديالي باش راه الاله قبالتك السيد الرئيس، راه واقفه. ما كاين والو، السيد الرئيس راه موقفه حتى اللحظه الاخيره. شكرا. قلت السيد الرئيس المحترم. لا وقتا راه دار 5 دقائق عاوتاني ردها 2. راه كان موقفه في 5. ها هي. لا اسمح لي. اسمح لي السيد الرئيس، هذه مناوره. ما يمكنش عندي 7 دقائق وامنع. انا تنعتبر من هنا بدات الانتخابات. راه تيديروا لنا 2 باقا. شكرا. اذا باقا 5 دقائق. اسمح لي السيد رئيس الحكومه، وحنا بغينا نعتبروا هذه جلسه للتحاور باش نتقدموا في العمليات الانتخابيه. انت اعلام السيد رئيس الحكومه، الزمن اللي كانت تتزور فيه الانتخابات من طرف العمال والولاة انتهى بالنضالات ديال القوى التقدميه والديمقراطيه. الزمن اللي كانت تتعثر فيه الانتخابات والخلفان والمقدمين تيتزور المحضر اللي تيجي الاول تيولي الاخر انتهى. حنا عارفين هادشي. نضالنا فرض الورقه الفريده للتصويت، نضالنا ادى النزاهه اللي وصلت اغلبيه بفعل اراده الشعب المغربي. اليوم بغينا من هذه المحطه ان تكون لكم مساهمه في تطوير الديمقراطيه في المغرب. هذا الشيء اللي طالبين. كاين الفساد، كاين البيع والشراء، كاين محاوله التعطير والتحكم. التحكم بغيتوا تعرفوا فين كاين السيد وزير الداخليه؟ حنا ضبطنا وزير ديالكم يوزعوا الامتيازات في حي وجاو القيد والخليفه والشيوخ تيحدلوه. الجريده ديال الحزب ديال امين عام تكتب فيها اليوم بالعلانيه بان الامين العام تدخل لصالح الباعة المتجولين لدى وزير الداخليه واستطاع يحل المشكل وبالمنشط العريض. كيف لي انا في المعارضه
وإلى من سأتوجه وكيفاش يمكن ندخل هذه الفئات الاجتماعية. مني تكتب هذا الشيء في الجرائد ماشي هذا هو التحكم. اليوم المواطن لكي يصل إلى حق خصو الواسطة، وهذه الواسطة هي وزراءكم الأمناء العامين للأحزاب. اليوم من أجل الوصول إلى منفعة لا يستحقها خصو الواسطة والاتصالات بالتليفونات وتتنشر بالبنط العريض في الصحافة. كيف غادي نديروا؟ واش حنا متساويين اليوم كمعارضة وأغلبية؟ بغيت نقول لكم السيد رئيس الحكومة، حنا بالفعل الحوار اللي فتحتيه وطورتيه مع وزيري العدل والداخلية طمأننا، لكن منين اجتمعوا مع وزير العدل والداخلية ولقاوهم دايرين لنا شي لجنة سموها اللجنة المركزية ومصيفطين مذكرة مشتركة. حنا تنعرفوا اللجنة الوطنية للانتخابات التي أحدثها المغفور له الحسن الثاني وقال تحدث لدى جنابنا الشريف حسن الثاني، أحدثها لطمأنتنا. اليوم وأنتم أدرى الناس من بعد الدستور الجديد تعرفوا مجال القانون من له حق إحداث لجان لتتبع الانتخابات أو للإشراف عليها. واش داخل في إطار السلطة التنظيمية ديالكم؟ قولوا لنا في أي مجلس حكومي داز هذا الشيء. رجعتي المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، رجعت ليه بلغ الديوان الملكي واضح. جلالة الملك طلب من وزيري العدل والداخلية تتبع العمليات الانتخابية طبقا للقوانين واللجان المنصوص عليها في القانون. هل نص القانون على إحداث لجان؟ قانون نص اللجنة الوطنية للانتخابات في دستور 96 اللي ما بقاتش مستمرة اليوم، نص على إحداث لجنة وطنية. عرفتي شكون تيترأسها؟ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء. تتعرف شكون اللي تيسيروها في الأقاليم والجهات؟ هم رؤساء المحاكم والقضاة. اليوم تريدون أن نطمئن وانتم تتراجعوا بنا إلى النيابات العامة، وتنعرفوا شكون المشرف على النيابات العامة اليوم، إلى العمال والولاة، وتتعرفوا شكون اللي مشرف على الولاة. راه كارثة ما حدث بهذه اللجنة المركزية، وحنا نسائل ويمكن نوصلوا فيها إلى أي مستوى حتى الدستوري. لا يمكن لوثيقة أن تحدث بين وزيرين لجنة للإشراف وتتبع انتخابات والقانون لا يسمح بها. أنا عندي ونعطيه لك هذا الظاهر المؤسس اللجنة الوطنية للانتخابات سنة 97، هالصلاحيات هالحدود. مني تبداو الانتخابات بهذا الخرق للقانون وللدستور، واش هادشي غادي يطمئننا؟ لذلك نتوجه إليكم ومسألة أساسية وها هما حاضرين، أن تقولوا أن المعارضة طلبت التأجيل غير صحيح حتى لا أسميه هذا الأمر أي تسمية. شكرا.